في ازمه كبيره جدا، رغم ان انت قلت في البدايه ان هو احتمال يلعب، وان كابتن حازم امام قال ان هو خلاص راجع او هيلعب في نادي الريف بني سويف. لا زال الامر عالق، لكن المشكله ان كان في كونفرنس امبارح ما بين عبد الله جورج، دكتور عبد الله جورج رئيس لجنه التعاقدات، وسمير عبد التواب وكيل اللاعب، ومع احمد المرغني، واتحصل الكونفرنس. ففوجئ اللاعب بان هو بيتقال له الجهاز الفني خلاص مش عايزك. فبيقول له حتى لو الجهاز الفني مش عايزني، وده ما حصلش. كابتن اسماعيل يوسف نفى هذا الكلام برضه. قال له انا معلوماتي ان الجهاز الفني مش عايزك. قال له حتى لو مش عايزني كلامكم يبقى معايا مش مع الوكيل. انا لا لاعب جاي من بره ولا لاعب محترف بكلم لغه ثانيه عشان تعاملوني بهذا الشكل. اللاعب مستاء جدا من هذا الموقف، لكن في الاغلب ان هو خلال ساعات برضه هيروح تليفون بني سويف علشان ما يزعلش حد في نادي الزمالك، لكن هو من جواه في حاله غضب شديد جدا. وعايز اقول لك حاجه برضه، خلينا واقعيين يعني. ما هو الزمالك كان عنده مشكله في حته الهاف ديفندر، لما يجي 3 لعيبه في الحته دي هيبقى فرصه كلامك صح، بس هيبقى فرصه احمد المرغني صعبه شويه في المشاركه. بس لما تيجي تمشيه بقى فيروح يلعب وياخد فلوس ويستفاد ويرجع تاني نادي الزمالك. صغيره بس زي ما النادي الاهلي بيعمل. معتز راح المقصه، وكان هيروح وقبل كده بعد كده راح سموحه. بكام؟ راح ب 750,000 جنيه. معتز بقى له 3 سنين ما بيلعبش كوره. المرغني حتى اللحظه الاخيره بيلعب وراح ب 300,000 جنيه. ده الفرق. 300,000 جنيه. 300,000 جنيه. طيب استاذ جمال، ايه رايك في الدوري؟ معلش انا اسف والله، انا اللي اخرتكم وكان معايا مداخلات وكده، وهنعوض وهنعمل حلقه بقى كامله كده ونقعد نتكلم براحتنا.